البرنامج. طبعا الناس كلها مستنيه النتيجه. في موضوع اقتصادي صعب جدا جدا، انا مش هقدر اواجهه لوحدي او هنواجهه كلنا مع بعض. تعرف حاجه عن تعويم الجنيه؟ قرض يعني الجنيه مش هيبقى فيه جنيه. تعويم الجنيه هيقوم كده؟ تعويم الجنيه ايه فكره تعويم الجنيه دي؟ ده تعويم الجنيه يا فندم بالطريقه البلدي اللي احنا او الطريقه البسيطه قوي اللي الناس فاهمه. تقول لك تعويم الجنيه يعني ايه؟ تعويم الجنيه ده في جنيه ما عندوش دم اهو. الله لا 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 اوبا في واحد تاني كمان عمى. طبعا ده عكس الجنيهات اللي هي الفضه دي، اللي انت لو رميت جنيه كده هيعوم لوحده. بصي شايف يا جماعه؟ يقول لك بق وبينزل كده الجنيه الفضه. الجنيه المصري عملة محلية غير قابلة للتداول. يبقى لما نيجي نقول تعويم يبقى غلط علميا. يعني تعويم الجنيه غلط علميا. المحلي ده يبقى بنبوشه. نحمد ربنا ان احنا لقينا اساسا ميه نغرق فيها. الجنيه ده بالمناسبة يعني لو انت كده خدته وطلعت خارج الحدود المصرية وقلت انا بقى ايه معايا جنيه وهندفع اللي بنشتريه والمعاملات وهنسوي المعاملات وسووا لي المعاملات دي بالجنيه، هيقول لك ما هذا المخلوق العجيب. ليه صحيح؟ ليه؟ صحيح ليه يعني؟ هيلتون بيقول ان احنا هنعوم خلال ساعات الجنيه. بأي صفة بيلتون تقول كده؟ بأي صفة. ده كلام محترم جدا بس بدقة كده. احنا رايحين للتعويم ولا مش رايحين؟ يعني عيب قوي ان شركه ليها وضع في السوق وليها سمعتها تغلط غلطه زي دي. انت رايك احنا يعني رايحين فين يا دكتوره بسنت؟ لما تبقى انت حضرتك شركه معروفه وتطلع تعملي تسويق زي ده، عايزه ايه بالظبط؟ احنا رايحين للتعويم ولا مش رايحين؟ يعني لو واحد عادي قاعد على قهوه قال الكلمتين دول اقول معلش مش يا فندم انت مع التعويم؟ انا مش ضد التعويم بس التعويم له اصول. الله يا دين النبي. الله يا جماعه انا عايزه حلول جديه. لا بس حلول حقيقيه يا جماعه. احنا نخلي سعر الجنيه بالكيلو، ايه رايكم؟ ازاي يعني؟ بالكيلو كده، كيلو جنيهات انت عارفه ان في محل بيبيع البرانس بالكيلو؟ برانس. جهزوا نفسكم الفتره الجايه هنرجع بالزمن شويه ورا. عودة القرش مش القرش بتاع الساحل الشمالي، ده قرش تاني. التعامل الرسمي باللامؤاخذه القرش، فلما سئل بقى ليه يا سياده اللواء عايز ترجع التعامل الرسمي بالقرش؟ عشان خاطر حد من ارتفاع اسعار السلع. وده بيحتم علينا اننا نتفرج شويه على افلام قديمه ونقعد كتير مع ناس كبيره. تاني 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 تاني. انا بحب التاتش الدرامي بتاع حضرتك ده قوي. يعني ممكن يا ريت تعمل لنا الاداء بس نعلي في الرومانسيه اكتر. اسمع. صحيح اللي احنا بنعمله ده عشان تبقى قد الدنيا. بص نفس البق المعفن ده والله فاكره. بص وانا بصدق كلامك. قد الدنيا ده مش بالكلام، لا لا لا، قد الدنيا ده تضحيه وجهد وعرق وحرمان. النبي حلوه الاغنيه عشان تتعمل. صادق يا فندم، صادق والله. لكن انا شايفها زي ما انا شايفه كده. يا ابني في بقك بقى، بطل الكلام الغريب ده بقى، ما توجعش قلبي. الله. واللي انا هقوله دلوقتي ده انا اتحدى وبلا مبالغه ان يتعمل في 10 15 20 سنه. امتى؟ في الاوضه عندي في الاولمبيكيات. كل ده في الاولمبيكيات. واخد بالك يا عبد الفتاح يا سيسي؟ الحلقه دي اوعى تزعل منها، لانك لو زعلت منها يبقى انت بتقول اي كلام وبتزعل من اي حد. ظروفنا الاقتصاديه بكل اخلاص وبكل فهم برضو او فهم صعبه جدا جدا. يلاقوا المستشفى مش كويسه، طب ليه؟ يلاقوا المدرسه مش كويسه، طب ليه؟ ليه صحيح؟ ليه؟ صحيح ليه يعني؟ يلاقوا ان مفيش فرصه عمل، طب ليه؟ ليه؟ لان مفيش
مفيش. ان اللي انا عايزكم تعرفوه يا اولاد ان احنا مقبلين على ايام سوداء. ايام سوداء جايه سواد كافر. ما احنا من يوم ما اتولدنا وايامنا كلها سوداء يا ابوي. والله اللي جاي اسود من السواد. الا لو انت فكرت انك انت قبل ما تاخد الفطار بتاعك الصبح تقول يا ترى انا اديت لبلدي ايه؟ هفطر دلوقتي قبل ما احط اللقمه دي في بقي، انا اديت للبلد دي ايه؟ الشعب لابد ان يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنه. دلوقتي لازم تسال تقول بكام ومنين؟ بكام ومنين؟ عشان تبقى الامور واضحه، بكام ومنين. فانت حضرتك او حضرتك لازم تكوني متصوره تقولي بكام ومنين، مصر تقوم بكام ومنين. هيا تقدموا وقولوا لي من اجل مجد هذه الاسره ان يعود مره ثانيه والا يتكاثر مره ثالثه والا يتعظم على احد في الدنيا ان يكون من خارج هذه المنطقه الحره. نحن ابناء هذه الاسره، هذا البيت، ابناء هذا البيت. يا ترى حد قال انا همشي على رجلي شويه عشان اوفر حاجه لبلدي؟ يا ترى قال انا حد هروح الجامعه كل يوم على رجلي عشان اوفر حاجه لبلدي؟ انت مالك انت ومال الشعب؟ انت مش عندك عربيه بتوديك وتجيبك؟ ايوه. ومراتك اللي كانت بتشتغل رقاصه مش عندها عربيه بتوديها وتجيبها رفره؟ ايوه. طب ما انت كويس، صدقني ما حدش جاب الهم والغم للشعب غيرك انت وامثالك من الوزراء يا بهايم. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الفتاح يا سيسي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. إذا تكلمت عرفت أنا، عرفتك، وأنا إذا تكلمت أنت ستعرفني أو ستعرفني يعني. بصوا، هو للتبسيط أكتر، لو أنت نار أنا مية، لو أنت أسوأ أنا حنية يابا. إيه السنتين اللي بنتكلم عليهم أو الثلاثة دول نكون قفزنا. هنصبر شوية وهنجري قوي، هنقفز. أنا عايز أقفز. في المرحلة اللي احنا فيها دي مش عايزين نقفز في الأمور اللي خاصة بالإدارة قفز كبير قوي. بنقول عايزين نقفز ليه؟ بنقول عايزين نعمل في سنتين قفزة كبيرة قوي. فأنا عايز يعني أقفز. بيطلع حد يقول لك الفواتير نار. ايه الحكايه؟ خلي بالكم خير في ايه؟ ايه الحكايه؟ احنا يا جماعه داخلين في الحلم. ايه الحكايه؟ لا 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 لا، انتبهوا للي بيتم ويقول لك الاسعار بقت غاليه وفي مشكله دولار. صحيح. طب وانت عايز تعمل كل التقدم ده والامر ده هيمشي كده بالسهل يعني ولا ايه؟ انت كده قطعت لي الشورت في البسين. مش هيبقى في ضرب للسياحه يعني؟ مش هيبقى في ضرب للاقتصاد المصري يعني؟ ما انا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبه بيعيشوا ازاي. من دي وانا بقول للكل اللي بيسمعني خاصه الناس اللي هم ظروفهم صعبه، ان شاء الله اخر الشهر ده هتكون الدوله خلصت تدخلها لتقليل الاسعار بشكل مناسب. ما عادش في حد عنده مشكله. حد عنده مشكله؟ انا ما عنديش مشكله. خلاص بقى كده يا جماعه، الواحد بقى ايه، يبتدي اجازته بدري
خلاص وانبسط. اوكي يا جماعه، فوتكم بعافيه ان شاء الله، تصبحوا على خير. عينينا على الإنسان المصري البسيط. اللي هو ظروفه صعبة، عينينا عليه كويس قوي. والتوجيه انا بقوله بكرره تاني قدامكم، لن يحدث تصعيد في الاسعار مهما حصل، ومش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار. انت الجيش مسؤول والدوله مسؤوله معايا. ماشي يا فندم؟ واحد ان شاء الله، واحد ان شاء الله. احنا لو نقدر طبعا ده وعد ان احنا نحافظ على الاسعار دي، خاصه كمان كل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. احنا هنعمل ايه في الفرش؟ هنعمل ايه في الفرش؟ باسم صانع الابتسامة يوسف. بتحبوا مصر صحيح؟ أنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني، اسمعوا كلامي أنا بس. كلنا ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه. هقول تعبير صعب جدا جدا، والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع. انك انت تاخد، مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك. ولو قطع لك الطريق؟ القانون موجود، احنا مش هنهزر بقى. انا مش قادر اديك، لو انت مش محتاج تقول لي هات، انا لو اقدر اديك هديك من عيني. انا عندي بيعدي على فلاتر، فلتر الصدق وفلتر الامانه وفلتر الحق، ثم في الاخر ده يرضي ربنا اقول ولا ما اقولوش. اوعوا تفتكروا ان انا ده ربنا خلقني طبيب اوصف الحاله. هو خلقني كده ابقى عارف الحقيقه واشوفها، ودي نعمه من ربنا ادهاني. اسمعوها مني، لان حتى هم دلوقتي كل الدنيا ولا ايه؟ انت فاكر حد يقدر يغلب المصريين؟ ما انتوا ازاي كده؟ احنا ما ناكلش وهنبني بلدنا. بس انا مش عايز اتكلم كتير عشان الاشرار، عشان ايه؟ اهل الشر. انا كنت شايف الناس، يعني احد الاعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركه السيمنز وسايب اسكندريه. حاجه صعبه قوي، ما يصحش كده، ما يصحش كده.
قبلي مني انا الراي العام شايف ان الشرطه بتقوم بالموضوع بمنتهى التجرد. ليه انا وقفت هنا وحبيت اتكلم في النقطه دي تحديدا؟ هي وكتير احنا كلنا بنيجي نتكلم في الموضوع نقول ان اللي احنا الخدمات اللي احنا بنقدمها مش هنقدر نقدمها بالطريقه ديت. ده كويس، لكن من فضلكم كمسؤولين اشرحوا للناس زي ما انا بتكلم كده. وفي هذا الاطار واتصالا باجنده 2063 التي قمنا باقرارها جميعا كرؤيه افريقيه لتحقيق التنميه الشامله، جاءت دعوتنا لعقد هذا المنتدى لدفع التجاره والاستثمار في قارتنا بما يعزز من وضعيه افريقيا في الاقتصاد العالمي. بس انت كم عارف كم؟ طبعا ده قد ايه فريند. مين هي كده؟ ايه 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 عارف كم؟ كم كركشيان؟ بقول لك الف شكر. ميرسي، ربنا يخليك يا استاذ وائل، الله يخليك. ايه العمل ده؟ ايه الجرأة دي مؤسسة وانت صاحبي. بعد يوم هيرجع في وشنا. ايه الهبل والجنان ده؟ فيفي عبده ورحلة سياحية جمالية في الغردقة وتنشيط السياحة، ومعانا أوسكار. يلا يا أوسكار فسح لنا فيفي. أنا عايزة أقول لك الجو وأنا فوق كده عالي رائع والشمس رائعة. أنت هتنزلني في المية يا لهوي، هتنزلني في المية يا لهوي. ما أعرفش أعوم يا جماعة. حجبت ليه؟ اتحجبت لاني في حاجه مهمه جدا يا عمرو الناس لازم تعرفها. معرفش هو حصل يعني احيانا كده يا عمرو، اكيد انت جربت حاله الوقوف دي وبعدين تلاقي بوم كده، يعني حاجه كده وبعدين الريد لايت ده ينور تلاقي في اشعاع كده بيحصل. انا بقى بعد الاشعاع ده حصل لا انا مش محجبه. قد يكون هذا العقار له عقار شبيه، فناخد بالنا ازاي المجرم ممكن يتسلل الى داخل الشقه وممكن يعمل حاجات كتير. كل اللي بيشوفنا دلوقتي ياخد باله. مش هقول لكم بغامر، بس يعني انا بحاول طبعا ان انا اعرض كل شيء. اقول لرئيس الحكومه هو اخبار التقشف ايه؟ انا بقول للدكتور خالد حنفي رد على هذا الاتهام الخطير. ان توقعت على صرف 60,000 لقائد الحرس، 38,000 للضابط، 10,000 لامين الشرطه. ايه الحلاوه دي؟ ما تاخدني امين شرطه. والله انا مستعد اجي اشتغل امين شرطه وراك عروسه واخد ال 10,000 جنيه. لا ده انت جاي تهرج بقى. هنهزر بقى ولا ايه؟ كلامك عن ان الاغنياء يدفعوا لابنائهم مقابل عدم التجنيد. كل الصحفيين عايزين يتضامنوا ويشهدوا ان قلت هذا الكلام. انا ماشي ليه بس يا سياده اللواء؟ جايين نحل مشكله ولا جايين نصعد مشاكل؟ احنا عايزين نسمو بمصر. طب اقعد انت مش في المجلس كلها دكاتره. روح كده الدلع عند خالك في البلد اليومين دول، الله يهديك يا ابني. عايزين نحل مشاكل مصر. طيب لازم نشتغل لمصلحه مصر. طيب والله العظيم الاعلام بيصنع مشاكل. اهلا بيك. عايزين نرتفع. اتفضل. كل اللي بتقوله غلط. طيب السلام عليكم. انا اقول لحضراتكم احنا جايين دلوقتي بحزام ناسف برضو كروكي كده. ده الحزام ناسف احنا عملناه كده زي ما حضراتكم شايفين. يعني في زرار هنا هتلاقوه كده، هبوريه لحضراتكم يعني هنيجي في زرار اهوت ورا اهو كده يا شباب اهو باين اهو. ده لو انا شديته الزرار ده هيتنسي. ايه العمل ده؟ ايه الجرأة دي مؤسسة وانت صاحبي. بعد يوم هيرجع في وشنا. ايه الهبل والجنان ده؟ البرنامج بيتسجل، ما تعودش تساعد النهارده. حضرتك هتقلب دلوقتي وتقول لك احنا ناقصين حاسسين وقرفوا، وتقلب تروح للهشك بشك، للي بيشيل الست، للي مؤاخذه العريانه. ما هو انا مش هينفع اقلع لكم، يعني مش هينفع انا اقلع، ولو قلعت هيبقى شكل وحش.
انا مش عايزه اتكلم كتير، انا عايزه الدكتور بس يشرح لكم من امبارح للنهارده احنا بنعمل ايه. اتفضل يا دكتور. بنحقن دهون متناهيه الصغر مع خلايا جذعيه وبلازما غنيه بالصفائح الدمويه. انا هاخد حقنه مش كده؟ لو حاجه غلط اتعملت يا دكتور ايه اللي يحصل؟ انت قصدك ان احنا نسحب منه تاني؟ اه لا يبقى صعب. صعب. اعمل كده عشان الكاميرا كده شايفيني؟ لا في فرق طبعا. يعني ده شكله لا في فرق طبعا. في فرق. طبعا في فرق. بعد طول انتظار طويل الحكومه النهارده 27 مارس عملت قدمت بيانها الاول. يمثل انخفاض جوده الخدمات العامه من تعليم وصحه واسكان وصرف صحي ونقل السيدات والساده اعضاء المجلس الموقر. قبل التطرق لاهم ملامح هذا البرنامج والذي ستجدون تفاصيله في الوثيقة التي بين أيديكم. برنامج العمل التفصيلي تم توزيعه على حضراتكم صباح اليوم، إن شاء الله هو متضمن كل ما سيتم استعراضه في بيان الحكومة. الجماعة اللي زعلوا قوي اللي أنا قلته على ميسي وإن إحنا بنرفض حذائه، إحنا مش عايزين جزمتك يا أخ ميسي، وإذا قبلها بعض المصريين فأنا بهدي الكوتش ده لبلدك، لفقراء الأرجنتين المعدومين. ويمكن ده انضف من طبعا انا احيانا بلعب بيه كوره يعني وبنفس اللون. فاصل ونعود الى حضراتكم. لا ده انت جاي تهرج بقى، هنهزر بقى ولا ايه؟ الدكتور جاد نصار اللي هو رئيس جامعه القاهره من حوالي سنتين كده، مره كنت بتكلم معاه فقال لي بص انا مش عايز اتكلم. مساء الخير يا دكتور. الموضوع عن التغير في المخ ده حصل ليه؟ شوف يلا شد حيلك. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. العفو. فقرتنا الأخيرة مع المطرب الشاب إيهاب كامل. صباح الخير وأهلا بيك معانا. صباح الخير يا فندم. أهلا صباح ازيك يا اخبارك ايه؟ طيب سمعنا ايه؟ أنا من هنا مولود هنا عايش هنا مين يجي 16. طيب احنا للاسف وقتنا خلص بسرعه، احنا بس هنختم على اغنيه معاك، لازم نختم الحلقه بالموت. نختم الحلقة بالنور. شكرا لكل مشاهدينا، وبكره إن شاء الله يوم جديد و10 الصبح. ان شاء الله نسمع منك حاجه. كل ده كان شويه حاجات، شويه صور كده عجب يعني، صوره او اتنين بالكتير. بسم الله ما شاء الله، الله بسم الله ما شاء الله. ربنا يبعد عننا الحسد.